ومكملين معاكم مشاهدينا والحلقة التانية من الموسم ال11 من مسلسل الرعب الزومبي ذا ووكينج ديد. يلا بينا نبدأ حلقتنا. فحاولوا انهم يحتموا داخل محطة مترو ويكملوا طريقهم تحت الارض، ولكنهم كانوا حذرين جدا لانهم ممكن يقابلوا الزومبي في طريقهم، ده غير انه النفق مظلم فبيكون الطريق فيه مخاطرة كبيرة جدا على حياتهم. وبنلاقيهم بدأوا يسمعوا أصوات غريبة ومخيفة داخل النفق، فبيبدأوا يقلقوا زيادة ويتفاجئوا بعدها بهجوم قطيع كبير جدا من الزومبي عليهم. فاتقسموا المجموعتين، مجموعة تواجه أعداد الزومبي ومجموعة تانية تحاول توصل لمخرج من النفق، ولكنهم بيكتشفوا هروب 2 من جماعة هيلتوب واتفاجئوا بعدها بهجوم قطيع كبير جدا من الزومبي عليهم. فاتقسموا المجموعتين، مجموعة تواجه أعداد الزومبي ومجموعة تحاول توصل لمخرج من النفق، ولكن للأسف الشديد بيكتشفوا إن المخرج الوحيد مسدود بقطر، وبنلاقي أعداد الزومبي كبيرة جدا، فبيطلب منهم ديرول انهم يطلعوا بسرعة فوق القطر. فبتبدأ المجموعة يساعدوا بعض في الطلوع للقطر، ولكن بيتفاجئ ديرول بانه الكلب راح في طريق تاني، فبيقرر ديرول يروح بسرعة يلحقه. وبنلاقي ماجي مستنية تطمن على الاشخاص الاول، وبتكون لسه هتطلع، فبيكون الزومبي على مسافة خطوات قليلة جدا من ماجي، فبتحاول تستنجد بنيجين بسرعة لكنه بيرفض مساعدتها. وبتبدأ ماجي تحكي لهم حكاية، وهي انه ماجي اثناء ما كانت في طريقها مع ابنها هيرشل قابلوا راجل عجوز طلب مساعدتهم، وفهمهم انه بيحاول يوصل اكل ولبس لزوجته في مكان بعيد، وانهم لو قدروا يساعدوه هيسلمهم كمية كبيرة من الاكل. لكن اكتشفت ماجي وجود مخدر مع الشخص ده، فعرفت انه بيخدعهم، لكنها وافقت تساعده عشان تقدر توصل لمكان الاكل. وبالفعل وصلوا على المكان، ولكن قدرت ماجي تقتل الراجل العجوز قبل ما يخلص عليها، ودخلت البيت بعدها، لكنها اكتشفت وجود 3 جثث زومبي داخل البيت، من ضمنهم جثة سيدة كانت حامل، لكنها تحولت لزومبي وتحول الجنين في بطنها لزومبي هو كمان، وكان بيحاول ياكل بطن امه عشان يقدر يخرج بره جسمها. واتفاجئت بانه باقي الجثث اعضاء جسمهم متقطعة بشكل صعب ومتعذبين. فمن الوقت ده ما بقتش ماجي تتعاطف مع اي شخص ما يستاهلش. وبنلاقي المجموعة تأثروا هم كمان باللي ماجي حكته، وبيقرروا يكملوا طريقهم بعدها، وبيقدروا يخرجوا أخيرا من طريق النفق ويوصلوا لطريق الغابة، اللي للأسف ما بنلحقش نفرح لأنه بنكتشف جثث مقتولة متعلقين على الأشجار. بنتفاجئ بعدها بظهور جماعة الحاصدين اللي بدأوا تصويب الأسهم على المجموعة من كل مكان، وبنلاقي جبرن اتصاب بسهم في رقبته، ونيجن بيتصاب في رجله، ودانكل اللي بنتفاجئ انه على وشك الموت. وبكده مشاهدينا بتكون انتهت حلقتنا النهاردة، استنوني في حلقة جديدة، سلام. الملخص ده قام كتابته إيناس ناصر، ومنتجه ليكم أمنية أحمد، وسجلته أسماء مهران.